ليسون 2 في التريج بيتكلم على التريجنومتريك ايكويشن. طيب، من اسمها تريجنومتريك ايكويشن يبقى هي ايكويشن يعني فيها ايكواليتي اوف تو سايدز. اكيد مش لكل قيم اكس زي ما اتفقنا، انما تريجنومتريك يعني فيها ساين وكوزاين وتان وكوتان وسيك وكوسيك، عشان كده اسمها تريجنومتريك ايكويشنز. ازاي نحلها؟ عندي يا اولاد نوعين من الحل، في solution in interval وفي general solution. تعالى كده اهو، لما يجي الراجل يقول لي يعني انا عندي هنا نوعين من الحلول، in interval وايه في general solution. تعال نشوف ازاي عندي مسألة هنحلها interval وازاي هنحلها general. تعالى كده example. لو جه الراجل قال لي يا مستر solve، ركزوا كده يا اولاد، روت 3 10 اكس بلس 1 ايكوال 0. قال لي solve دي وراح كاتب ايه؟ ان انترفال من اول 0 لحد 2. طالما الراجل اداني الايكويشن وكتب انترفال، يبقى انا بحل جوه الانترفال اللي الراجل اداني. الانترفال دي بقى منوعه زي ما انا كاتب مثلا في الاكزامبل ده، من 0 ل 360، من 0 ل 180، من 180 ل 270، ايا كان اللي هيقول عنه. كلام جميل. نفس السؤال كده ممكن نشيل كلمه انترفال دي ونقول يا مستر سولف اهو روت 3 10 اكس بلس 1 ايكوال 0. مش هيقول لي بقى سولف، هيقول ايه؟ فايند هير الجنرال سوليوشن، الحل العام اوف، ويروح مديني الايكويشن. يبقى هنحل دلوقتي نفس الايكويشن بس في انترفال، وهنحل نفس الايكويشن بس نتكلم على ازاي نجيب الجنرال سوليوشن. تمام يا اولاد؟ موضوع سهل قوي يا رقية، جميل جدا يا احمد، هيعجبكم خالص. تعالى كده عشان نحل يا مستر الكلام ده، ادي الايكويشن. اول خطوه هنعمل ايه؟ هنودي ال1 هنا تبقى نيجاتيف 1. كلام جميل. بعدين نعمل ديفايدد 3 يبقى 10 اكس ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3. كلام رائع. بعدين اسال نفسي ايه هي التان نيجاتيف فين؟ طبعا لازم نفتكر الفيرست تيرم. استك استك يعني الاول بوزيتيف، الساين بس اللي بوزيتيف، التان بس اللي بوزيتيف، الكوزاين هي اللي بوزيتيف. يبقى التان نيجاتيف هنا وهنا اهو، يبقى هنا وهنا. تمام تمام. عشان اوصل للاماكن دي لازم اخلي في دماغي ان انا هنا سيتا، هنا 180 ماينس سيتا، هنا 180 بلس سيتا، هنا 360 ماينس سيتا. تمام كده كلام؟ اذا عشان اوصل للمكانين دول محتاج سيتا. سيتا دي اللي في الفيرست كوارتر، اللي هتوديني يا اولاد، اللي هتوديني للمكانين دول. ماشي يا احمد، حاضر هقول تاني. احنا خدنا في الفيرست ترم ده وكمان ده، خدنا في الفيرست ترم دي الاشاره بتاعت البوزيتيف. ماشي. خدنا في الفيرست ترم دي الاشاره بتاعت البوزيتيف اللي بتقول ان الفيرست كوارتر الاول بوزيتيف، عشان كده سميناها ايه؟ الاول تراجنومتريك ريشيوز بوزيتيف. تاني كوارتر الساين بس هي اللي بوزيتيف. تالت كوارتر التان بس هي اللي بوزيتيف. رابع كوارتر الكوزاين بس هي اللي بوزيتيف. فانا نحفظها بكده استك. حلو كده الكلام.
طيب اذا دي تمام. كمان خدنا ازاي اوصل للارباع من غير ما نغير الساين كوزاين او كده. قلنا يبقى مستر الفيرست تيرم سيتا، الفيرست كوارتر سيتا 180 ماينس سيتا 180 بلس سيتا 360 ماينس سيتا. تمام. انا بقى هنا مسكت الايكويشن، ادي الحل اهو، الحل سوليوشن الحل. عملت ايه؟ مسكت الايكويشن اللي هي 3 تان روت 3 تان اكس بلس 1 ايكوال 0، وديت ال1 هناك بقت ماينس 1، عملت ديفايدد 3 بقت ماينس 1 اوفر روت 3، لقيت التان نيجاتيف. تمام. اسال نفسي هي التان نيجاتيف فين؟ التان نيجاتيف هنا وهنا. حلو. يبقى عشان اوصل للمكانين دول محتاج السيتا. ليه؟ اللي هي في الفيرست، عشان السيتا هي اللي هتخليني 180 ماينس سيتا وهتوديني ل 360 ماينس سيتا. طيب ازاي اجيب السيتا بتاع الفيرست كوارتر؟ اعمل ايه؟ اعمل شيفت تان 1 على روت 3 من غير النيجاتيف يا اولاد. شيفت تان 1 اوفر روت 3 من غير النيجاتيف. تمام. فشيفت تان 1 اوفر روت 3 من غير النيجاتيف تدينا 30 ديجري. طيب ليه يا مستر من غير النيجاتيف؟ عشان يا حبايبي انا عايز اروح للسيتا اللي هي الليدر، اللي هي في الفيرست كوارتر، اللي هي تاخدني وتوديني للاماكن اللي انا عايزها زي السكند كوارتر والفورث كوارتر. طيب شيفت تان من غير الماينس تطلع 1 اوفر روت 3، طلعت 6. يبقى ده معناه يا مستر ان الاكس بقى بكام؟ بسيتا؟ لا، ده هنا وهنا، يعني 180 ماينس سيتا، يعني 180 ماينس 30، او الاكس بتساوي 360 ماينس 6، يعني الاكس 150 ويعني الاكس 330. تمام؟ دلوقتي بقى اروح للانترفال اللي عندي. الانترفال من 0 ل باي يعني 360. ال 150 موجوده؟ موجوده. 330 موجوده؟ يا سلام. يبقى ده معناه ان السوليوشن سيت ايكوال 150 ديجري اند 330 ديجري. لو كانت مثلا الانترفال دي من 0 لحد باي يعني لحد 180 كنت هاخد دي وديت لا. طيب لو كانت دي مثلا الانترفال من 180 ل 360 كنت هسيب دي وهاخد دي. يبقى شوف الانجلز اللي عندي موجوده في الانترفال، الاثنين موجودين اخدهم، ده موجود خلاص لا، ده مش موجود، اللي مش موجود ما اخدوش واللي موجود اخده معايا. ماشي يا اولاد ولا مش ماشي؟ تمام. رقية، احمد يا محمود، احمد ابو السعود، احمد محمد. تمام يا اولاد؟ تمام. حلو. اذا ده السوليوشن سيت بتاع التراجونومتريك ايكويشن جوه انترفال. حد عنده سؤال هنا؟ تمام يا رقية. تمام يا اولاد. يبقى انا كده جبت حليت الايكويشن دي جوه انترفال. طيب ازاي بقى اجيب الجنرال سوليوشن؟ اخوه بالظبط مع تغير صغير خالص اهو يا مستر، اهو سوليوشن. همسك نفس المسألة تاني اهو روت 3 تان اكس بلس 1 ايكوال 0. طيب نودي هناك يا مستر تبقى 3 تان اكس روت 3 تان اكس ايكوال نيجاتيف 1. كلام جميل. اعمل ديفايدد تبقى تان اكس ايكوال ماينس 1 اوفر روت 3. رائع. كل حاجه تمام جدا زي اللي فات. اسال نفسي
التان نيجاتيف فين؟ نيجاتيف هنا وهنا. اعمل شيفت تان من غير الماينس، اطلع 30. اروح اقول له يبقى الاكس ايكوال 150 والاكس ايكوال 330. تمام؟ 100 100. ما اكتبش بقى، ما عنديش انترفال عشان اشوفها. ده الراجل عايز جنرال سوليوشن. يعني ايه جنرال سوليوشن؟ يعني الحل بصفه عامه. الحل بصفه عامه يبقى نفتكر ان يا اولاد الانجل مش بتتغير لما ازود 360 ان تايمز، ازود او اعمل سبتراكت. طب اقول له الكلام ده ازاي؟ اقول كده، يبقى ده معناه ان الجنرال سوليوشن الاكس دي بكام؟ 150. اقول له يبقى 150 ديجري بلس 360 ان. تمام؟ وكمان 330 ديجري بلس 360 ان. يبقى امسك التو انجلز بتوعي واعمل فيهم ايه يا اولاد؟ اعمل فيهم ايه؟ اكتبهم بلس 360 ان وكمان بلس 360. ويفضل انك تكتبها بشكل الباي اللي هو زي كده 150 نحولها على لباي. نضرب كده 150 تايمز باي ديفايدد 180. تطلع كام يا مستر؟ تطلع معاك يا رقية الكالكوليتور 150 اهي. انا عاملها انا معايا اهو. نقول 150 times باي divided 180 تطلع 5 over 6 ايه باي. يبقى نكتب كده 5 باي over 6 plus 2 باي ان. طيب و 330 نقول نفس الكلام اهو 330 divided by اهو 100 330 times by divided 180 تطلع 11 over 6. ماشي. تبقى 11 باي over 6 بلس ايه 2 باي. تمام. اذا ولا يهمك. اذا دول كده بالشكل بتاع الباي ده هيبقى يا مستر الجنرال سوليوشن. هيبقى ايه يا اولاد؟ هيبقى الجنرال سوليوشن. تمام ولا مش تمام؟ تاني بقى يا مستر عشان خلاص خلصنا الدرس. الدرس بيتكلم على ازاي نحل الايكويشن، يا اما انترفال يا اما جنرال. انترفال ادي عندي انترفال اهي، هشتغل عادي جدا جدا. هودي الارقام هناك واعمل ديفايدد، اشوف ده نيجاتيف، اسال نفسي التان نيجاتيف فين؟ هنا وهنا. اطلع الفيرست كوارتر اهو. شوف بقى انا هوصل ازاي. بعد ما اطلع الحلول ابص موجوده في الانترفال تمام التمام اخدها، مش موجوده ما اخدهاش. حلو. طيب اما ده هات الجنرال سوليوشن نفس الكلام. اشتغل اطلع الحلول ما ابصش بقى على الانترفال. امسك الحلول ازود عليها 360 ان والثانيه ازود عليها 360 ان ويفضل ايجادهم بالباي عشان غالبا في الاختيارات بيحبوها بالشكل ده. بس يا مستر مفيش اي نوت؟ لا في الحقيقه نوت واحده. ايه يا مستر؟ بصوا بقى قبل ما اقول النوت خلوني ناخد اكزامبل تاني على غير التاني عشان نعرف. يلا مستر مثلا اهو اكزامبل 2. لو جه الراجل قال لي يا مستر solve روت 2 كوزاين سيتا او كوزاين اكس، سيتا اكس مش هتفرق، minus 1 equal 0 in interval ايه يا مستر من اول 0 لحد بون. تمام. طيب يلا كده طالما عندي انترفال اشتغل عادي اهو. تبقى روت 2 كوزاين اكس ايكوال 1
بعدين نعمل ديفايدد كوزين اكس ايكوال 1 على روت 2. حلو. اسال نفسي دي بوزيتيف. بوزيتيف. الكوزين بوزيتيف فين؟ اهو استك هنا وهنا في الفيرست والفورث. ماشي. يبقى الكوزين بوزيتيف هنا وهنا. طيب شيفت كوزين من غير الماينس. هو اصلا مفيش ماينس يا مستر. شيفت كوزين 1 على روت 2 هتطلع 45. انا هنا في مسألتي اوريدي عايز 45 وكمان عايز ايه 360 ماينس 45. يبقى الاكس بتساوي 45 والاكس بتساوي 360 ماينس 45 يعني 350. طلعت عندي قيمتين للاكس. تمام؟ تمام. اروح ابص بقى على الانترفال. الحل اللي عندي هنا من 0 لباي يعني اخري 180. اقول له يبقى ده معانا وده لا. يبقى السوليوشن سيت عباره عن ايه؟ 45 ديجري. شكرا. كده يبقى انا طلعت ايه يا مستر؟ السوليوشن سيت 45 ديجري بس. ده انت مطلع 2 يا مستر. ما هو الانترفال من 0 ل 180 فمشيت. موضوع سهل وعسل ما فيهوش اي خالص مشكله.